صبحكم الله بالخير والسرور، اخوكم عبدو. يا هلا وسهلا. نحن رجعنا من اسبانيا او جزيره المانيا، مع انها جزيره اسبانيه، لكن رجعنا ووصلنا تقريبا قبل اسبوع. والخطه طبعا اليوم كالتالي ان شاء الله. شوف نركز في الشارع، وطبعا في جبل انا رايحه معكم اليوم. بس قبل ما نروح الجبل لازم اول شيء نوصله بالعجله. يعني انا زدت صعوبه شويه، المفروض اني امشيه بالسياره. السيارة كانت بتكون سهلة بعدين اطلع الجبل، لكن انا قلت اليوم شوف طلعة من الحين. انا قلت اليوم لازم امشي بالعجلة 30 كيلو لحد مكان الجبل، وبعدين من هناك بنطلعها سوا انا وانتو مع بعض. ما شاء الله الرياضي اللي تحت هذاك يجري وشايل بنته ولا ولده معه. ايش الرياضة هذه؟ شوف ما شاء الله تبارك الله، شايل بنته ولا طفله معه، شايل طفله معه ويجري. الرياضة يا شباب، الرياضة اللي يستطيع والله يطلع ويجري. شوف هذا الأسطورة، هذا أسطورة. كيف مستمتعين إن شاء الله معي أنتم؟ إذا مستمتعين فلا تنسون يعني موضوع المليون. قربنا ولا لسه حنقرب؟ حنوصل المليون إن شاء الله، جايين نحن في الطريق. مورجا قاعد أحاول. سالي انت وقت السوبر. اي واحد اقابلها اسلم عليه، يعني والله الناس كلها قاعد ترد السلام، والناس تقول لي مرحبا، كلهم يبون يوصل المليون. المليون يا شباب، المليون. احنا الحين طبعا هذه اشاراتنا اللي لازم نلحقها. الحمراء اشاره العجلات، شوف حتى حاطين لكم هذول اللي يتزحلقون، شو اسمهم هذول اللي يتزلجون، حتى حاطين لهم شارع. نحن شارعنا اللي هنا طبعا شارع العجله. يا اخي انا عندي مشكله، لكن ما ادري وش هي يا شباب، ما ادري وش هي يا اخي. انا لو احلق لحيتي شوف يعني بعد ربع ساعه تطلع. يعني انتم مثلي ولا كيف؟ يعني صراحه ربع ساعه بس، ربع ساعه كثير، دقيقتين واللحيه تطلع مره ثانيه. مشكله هذه. اعتقد يا جماعه ان هذه هي المدينه، والجبل اكيد شايفينه انتم ورا في الخلف بعيد. هذاك اللي هناك لازم نطلعها نحن. مع السلامة يا العجلة. حطيتها أنا هنا عند البحيرة الجميلة هذه اللي هنا. للجبل بيكون هناك، يعني تقريبا باقي لنا ساعة مشي، وبعدين بوصل أول محطة عشان أطلع الجبل هذا. هذه المحطة إيمتن ولا شو اسمها، حتى ما أعرف أنطق اسمها أنا. وشوف مكتوب 55 دقيقة، يعني كلها بتكون الحين طلعات، لكن هذه البداية فقط. يعني من المنطقة هذه من هناك بعدين يبدأ فعلا الطلوع إلى الجبل. يا جماعة بعدين دقيقة بوريكم حاجة. شوفوا هذا كيف ضابط معي ولا مش ضابط معي؟ أنا حاسه ضابط. بس شوفوا الثاني هذا، شوفوا الثاني هذا بالله كيف؟ احكموا أنتم. يعني هذا نكمل فيه الطريق ولا هذا؟ لأن هذا باقي معي فيه 15 يوم، إذا ما عجبني عشان أرجعه، لكن إذا حلو لازم، عشان إذا حلو نمسكه. والله مطلعني شخصية، ولا بمسك هذا. بس احكموا انتوا طبعا، هذا مطلعني شخصية والله. يا وردة، لا مش وردة قصدي، يا فراشة. والله فراشات كثير هنا، حتى أنا في فراشة. حيا الله الشباب، يا مرحبا ومسهلا. أسوي استراحة في المكان هذا اللي هنا، لأن لو أوريكم دقات قلبي وصلت الحين، نزلت 136. الطريق كله كذا فوق بوه. يا شباب لا تشوفون هذا الحين اللي فوق راسي وتضحكون علي وتقولوا لي اوه يا عبدو ما شاء الله شكلك ممتاز فيه وانا شكلي فيه معفن. بالله خليكم صريحين عشان ما امشي فيه بعدين طول الوقت في سويسرا هذه والناس تضحك فيني، لاني انا حاسس شكلي كذا ما هو لايق. والله حاسه ما هو لايق. وش هذا؟ ما اعرف وش ذا، بس لكنه يقي من الشمس. اعتقد الدرجة الأخيرة قبل ما أوصل أول محطة، قبل ما نوصل محطة إيمتن ولا مدري شو اسمها. والله أعتقد وصلنا المدينة، مدينة إيمتن. وين أنا وين؟ تبدأ رحلة الجبل الرئيسية الحين من هذه النقطة اللي بيكون فيها الطلوع تقريبا 3 ساعات.
شكلي انا بغش اني شايف قدام هذاك التلفريك اللي يطلعك فوق على طول او يطلعك نص الطريق بعدين هناك تدبر امورك. لاني انا اصلا الطلعه هذه قتلتني، كانت تقريبا شو اسمه اخذت مني ساعه وانا اطلع فيها وهلكتني. لذلك بنشوف نحن، خلينا الحين نمشي لحد التلفريك ومن هناك بنقرر الوضع. بسم الله يا شباب، بالله كيف هذا؟ والله احسكم قاعد تغشوني، والله احسكم قاعد تغشوني. ايش هذا الشيء الجميل اللي هنا؟ هذا ورود في خشب، والله المكان مرتب هنا ما شاء الله. المهم نحن هذول طايرين نازلين تحت، طايرين قصدي بالمظلة نازلين طايرين. وشو يا عبدو ما شاء الله، 1 2 3 4. هذه الحركة هذه لازم اسويها انا، ولا مرة سويتها في حياتي، فلازم اجربها في يوم. الحين هذه الخريطة حقت الجبل، الفكرة اني يمكن اطلع من الجهة هذه بالتلفريك لحد المكان اللي هنا نيدرباون، وبعدين من هنا ما ادري والله يمكن اخذ لي لفة كذا 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 وانزل على البحيرة اللي هنا واخذ لي فيها سباحة، بعدين ارجع كذا، ولا اكمل الفلف في الجهة هذه كلها. يعني شوف هذه كلها جبال. الحين بتورط انا اتورط ماشي، ما اشوف الخرائط هذه اتورط. بينزل هذاك صاحب المظلة، وهذا شوف ما شاء الله معلق المظلة في ظهره، نفس الشيء شكله بيطلع فوق وبعدين بينزل. نفس هذول كلهم اللي هنا كلهم نفس الطريقة، يطلعون فوق مظلاتهم بعدين ينزلون. الحين احنا بنطلع بالتلفريك هذا هنا، طبعا يقول لك وقف هنا اذا ما عندك تذكرة عشان تخش من هناك تشتري تذكرة، وهنا عشان اذا عندك تذكرة جاهزة انت. Gleichen wir ab, dem Fall. So, bitte schön. Darf ich dir einsteigen? نحن طبعا غشينا وطلعنا بالتلفريك، والحين بنمشي في هذا اللي ابو ساعة وربع، نيدرباون خولم. هذه لازم اجربها والله. ما شاء الله شوف المكان، ما ركزت فيه. اذا وصلنا الفيديو هذا 1000 لايك، 1000 لايك، 1000 لايك خليك اكل يا عبدو. فهذا الشيء بسويه انا باذن الله، حسويه مع القبعة المعفنة هذه. الطريق الحين بيكون طبعا والله شوفوا ما شاء الله يا جماعة، شو الجمال هذا اللي هنا. على فكرة انا ساكن في الجهة اللي هناك اعتقد، والله اعلم، ولا هناك. هي وخر انت، والله طلع لي هذا شو اسمه مدري شو، دبور لو شو. المهم انا ساكن اعتقد في الجهة يمكن اللي هناك ولا اللي هناك، والله ما اعرف وين ساكن، انا مضيع. لكن هذه البحيرة طبعا تربط 4 مدن، 4 مدن كاملة تربطها. فأنا ساكن في واحد من الأماكن اللي هنا، والحين طريقنا نحن حيكون في الجهة هذه عند الأبقار الجميلة هناك اللي تصب اللبن. بعدين أعتقد بنطلع نطلع فوق هنا، ويمكن بعدين في نزلة تحت. تعالي 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 لين. خايفة مني هذه ولا ايش؟ بتجيني ولا امشي؟ مع السلامة مع السلامة. يا جماعة كيف؟ بالله أنا الفيديو هذا بتعليقات عن هذا الشيء اللي هنا. إذا وصلت 1000 لايك أنا أوعدكم إني أطلع هذيك المظلة مع هذا المعفن اللي فوق راسي. والله أحسه مش لايق علي أنا أبدا. هذول عايشين عيشة ملوك على فكرة، متسدحين وياكلون. ولو تسأل الحين كيف طلعوا الجبل هذا، طلعوهم بتلفريك حتى ولا مدري شو، طلعوهم ما طلعوهم مشي، ما يطلعون مشي فوق الجبل هذول. عبدو بالكاب اللي فوق راسه هذا طبعا يعطيكم قصة صغيرة. سبحان الله الفترة الأخيرة أنا ترى أطلع جبال كثير، والسبب قلة الناس وقلة البشر. والله العظيم يعني صرت سبحان الله أحاول أبحث عن العزلة وأحاول أستكشف نفسي بنفسي. يا كلام صعب هذا، يعني كلام فلسفي، لكن المنطق أو المقصد منه إني أحاول أستكشف بعض الأشياء اللي أنا فعلا مضيعها من زمان. سبحان الله يعني سويسرا أنا قاعد فيها فترة طويلة، وكنت يعني فقط مع الناس في المدن وشغل ودوام وبيت. يعني سبحان الله الأشياء الروتينية هذه اللي دائما أو كنا نكرر فيها. أطلع الأماكن اللي زي كذا أنا عشان فعلا أرتاح نفسيا. والله العظيم يا أخي أماكن زي هذه تريحك، تعطيك شعور بالراحة، تكون أنت والبقر والله أنت والبقر. شوف ما شاء الله، شوف بقر في كل مكان في كل حتة حاطين لك إياه يعني. فتنعزل شوية عن العالم، تنعزل بشكل بسيط عن العالم، يعني حتى مشاكلك سبحان الله تنساها. والله العظيم مشاكلك إذا كانت 100
هنا تصير صفر، انك انت هو الجبل بس، والجبل ما يسأل انت مين وانت وش اصلك وانت وش جايبك هنا. الجبل هذا بس يقول لك ها عندك طاقة تطلع معي اطلع، فيك حيل اطلع. فلذلك ننسى ال100 مشكلة اللي عندنا، وبعدين يوم نرجع وكذا كذا سبحان الله يعني بعد ما ارجع انزل المدينة اللي تحت، المشاكل والبلاوي والناس واللفلفة والدوران هذا كله حيرجع. فهذه فترة مؤقتة يعني تريحك كذا نفسيا، تعطيك طاقة وترجع. وشيء ثاني، وطبعا يا شباب انا اعتقد تكلمت في النقطة هذه من قبل بس قلت لكم اياها، والله العظيم اللي فيه حيل وعنده حركة وفيه عافية يطلع ويمشي ويتحرك. الحركة فيها بركة، يعني المثل هذا عندنا نحن من زمان قاعدين نقوله، الحركة فيها بركة، ونحن عندنا أمثال ما شاء الله جميلة وفيها فائدة بس ما نستغلها صراحة، ما نستغلها، ما نفكر فيها. والله العظيم عندنا أمثال زي العسل. هوندسخوبف يعني راس الكلب، أو السخت يعني منظر، أو منظر يعتبر. الحين كيف نفتحها كذا؟ بس الحين تقفل، لازم أمشي بعدين أنا. مشيت. الهوندسخوبف أو السخت يعني منظر رأس الكلب. وش المنظر اللي بيكون حق رأس الكلب؟ يمكن هناك بيكون أعتقد. خلينا نروح نشوف رأس الكلب. وين رأس الكلب هذا؟ وهذا لا كيف نزلوا تحتنا؟ والله مكانهم رهيب هذا اللي متسدحين هناك. لكن رأس الكلب وين؟ يمكن هذا هو رأس الكلب يعني؟ ولا أي واحد رأس الكلب؟ ولا هذا شكله يعني كذا مشابه رأس الكلب؟ والله ما عرفت رأس الكلب أنا وين. شكلهم هذول كلهم أصلا كلاب. الحين الطلعة بتكون بتخليني أتنفس بصوت عالي. طبعا يا جماعة أنتم تسمعون صوت نفسي، فهذا يعني موسيقى، تعتبر موسيقى بالنسبة لكم، لأن والله الجبل مرات يخليني كذا بس هذه موسيقى. لسه الطلعة هذه البسيطة، بعدين نشوف المنظر اللي الناس كلهم يتكلموا عليه. والله يا جماعة وانا قاعد اصور لكم دست في هذا الخرا. وش هذا هنا؟ والله يقلعش شيت. والله شو هذا؟ الحين انا اصلا الكاب حقي معفن، وهذه صارت معفنة الحين. هذه لسه جديدة. تروح والله لصق هذا، والله لصق والله لصقة شت. والله لصق هذا. كيف نسوي؟ نغسلها في الموية بعدين. هذا المنظر اللي الناس كلها تتكلم عنه، والله لا بأس يعني جميل، لكن أنا برأيي الشخصي في أجمل منه، في أجمل بكثير. لا والله يستاهل، والله يستاهل الطلعة هذه كلها. صقر كنت بصورها بس هرب. هذا الصليب اللي هنا تحت أعتقد أنه صليب، لكن المنظر فعلا والله العظيم يستاهل. أنا أعتقد بيتي، والله ما أعرف عن بيتي. أنا المهم ساكن على البحيرة اللي هنا ساكن فيها، في جهتها أنا أعتقد على الجهة اليسار اللي هناك بكون ساكن أنا. بالعادة دائما شوف أي جبل سويسري بتحصل حاجة نفس هذه، فدائما افتحها بتحصل فيها دفتر، دائما بتحصل دفاتر. شوف طلعناه على المنظر الجميل اللي هنا. خلنا نشوف إذا في أحد عربي كتب حاجة هنا داخل ولا لا. ناس رسامة.
خلها دائما على ربك. اي والله دائما خلها على ربك وما تضيق ان شاء الله. إذا رجعنا اي والله خلها دائما على ربك. بعدين يا جماعة أنا كنت في المكان الجميل اللي هنا أشوف منه المنظر اللي حلو اللي قبل شوي، والناس كلها كذا تشوفني باستغراب. والله لا تضحكون علي، إذا هذا مش كويس عشان أرجعه مكانه أقول له خذ يا البياع، خذ شيل جيب الفلوس حقتي وخذ حقك هذا. أنا حاسس إنه والله حاسس إنه مش مضبطني هذا، ما أعرف إيش قرصان أنا ولا ما أعرف كيف شكلي. يا جماعة حركة الدرون، حركة الدرون هذه يدي الحين مرفوعة ولا حاجة. لا استمتعوا بس انتوا. شوفي ما ان عبدو ما عنده درون فنضبطكم بالطريقة هذه. اطلع يسار يا عبدو، يسار يسار يسار. الله الله يا عبدو، الله الله. ارجع يمين، ارجع يمين يا الدرون، ارجع يمين. كيف يا جماعة؟ ها مبسوطين مع الدرون؟ تشرق الشمس وانا ما معي الا ظلالي، ما علي لا أكمل حياتي لحالي. الله على المنظر. أحمد الله عايش عيشة لا مبالي. أنا عارف صوتي تعبان وعارف إني قبعتي تعبانة، لكن أحاول أضبطكم أنا يعني. والله قاعد يطلعون من كل جهة، من كل جهة كذا طلعوا لي فجأة. وهذه شوف قاعد تبكي اللي هنا، مالش كذا حزينة وزعلانة، قاعد تنادي على أحد. يلا امشي فوق، يلا اطلعي عند الحبيب حقك، هذاك حبيب الشكل والله أبو قرون. يلا اطلعي له. مثل ما اتفقنا، إذا الفيديو هذا جاب 1000 لايك صدقوني أنا بكون هناك إن شاء الله، بكون هناك. بس 1000 لايك، وصلوا الفيديو هذا 1000 لايك أو من هذيل واحد فيهم. ما شاء الله كلهم كذا طايرين هنا، يا مشكلة يطيرون على منظر، وأعتقد ينزلون بعدين هناك في الجهة هذيك تحت عند البحيرة. نحن نزلنا يا جماعة، نزلنا من الجبل مع قبعتي هذه. ليش؟ لأن اليوم مباراة أسود الأطلس ديما مغرب، نحن مع الأخوة المغربيين طبعا اليوم إن شاء الله، فلذلك المباراة باقي لها 2.5 ساعة. لازم أرجع البيت أتسبح، أروق لي شوية وأروح أشوف المباراة على مزاج. طير يا طيروا، عبدو جايكم وحيطير معكم صدقوني. الحين نزلت من الباص أنا يا جماعة ورايح للسيكل. المشكلة السيكل تقريبا والله 20 دقيقة مشي من هنا، ولسه يعني لا كم ساعة الحين؟ الساعة الحين ما أدري إذا تشوفونها، الساعة 5:47 دقيقة. ومباراة المغرب الساعة 7 المغرب بالضبط، يعني باقي معي ساعة و13 دقيقة بالضبط. وبيتي الحين لازم أمشي بالعجلة 30 كيلو. بيتي بياخذ مني الحين بالعجلة لحد البيت تقريبا 2 ساعة. والله ما أدري كيف بسوي. شكلي بدخل الكاميرا في الشنطة وبتحرك كذا سريع بسرعة من غير استراحات من غير تصوير، عشان أوصل بسرعة لمباراة المغرب ما تتفوت يعني ضد كندا. ندقهم جماعة. ما عليكم من الشعر، ما عليكم منه وما عليكم من البهدلة هذه. عرقت والله العظيم، عرقت، وكان الهدف اني اوصل قبل ما ينتهي الشوط الاول حق المغرب، لكن انا وصلت. شوف الحين بيبدا الشوط الثاني، حتى الساعة بطاريتها انتهت. لا والله ما انتهت، شوف باقي دقيقتين ان شاء الله يبدا الشوط الثاني، فديما مغرب. الحين انا بنهي الفلوق من هنا. كان معكم اخوكم عبد الواسع ولا عبدو، ونراكم ان شاء الله السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.